أنا مش من النوع اللي بيصدق الحكايات الغريبة بسهولة، بس اللي حصل لي شخصياً ما فيهوش أي مجال للشك أو الإنكار. اسمي كريم، عندي 27 سنة بالتمام والكمال. القدر خلاني أسكن لوحدي في بيت جدتي الله يرحمها، البيت اللي بقاله سنين مهجور بعد وفاتها. أول ما دخلت البيت حسيت بحاجة مش طبيعية، حاجة غريبة مسيطرة على المكان كله. البيت كله ما كانش فيه ولا مراية واحدة ولا حتى مراية مكسورة، لا في الحمام ولا في أي أوضة ولا حتى بقايا أي انعكاس في أي ركن. كأن البيت ده بيهرب من فكرة الانعكاس تماما. أنا فاكر أول ليلة قضيتها هناك كويس جدا. كنت لسه بلف في البيت وبنضفه، وفجأة عيني وقعت على ورقة مطوية بعناية ومحشورة بذكاء ورا مكتبة خشبية قديمة. لما فتحتها بفضول لقيت كلام مكتوب بخط إيد شبه خط جدتي جدا: لو ركبت مراية في البيت ده هتشوفهم، وهم مش عايزين ده يحصل. ساعتها ضحكت بسخرية وقلت لنفسي يمكن جدتي كانت بتمر بفترة صعبة أو تعبانة نفسيا قبل وفاتها. ما كانش في دماغي أي حاجة غير إنها مجرد أفكار قديمة ومعتقدات غريبة. لكن الليلة دي بالذات اللي حصل فيها ما كانش ينفع يتفسر بسهولة ولا حتى ينفع أضحك عليه تاني. بعناد قررت أشتري مراية صغيرة وعلقتها فوق حوض الوش في الحمام. وأول ما علقتها حسيت إن المكان بقى مختلف. مش عارف أوصف الإحساس بالظبط، بس كان في حاجة تقيلة في الهوا، كان في حد أو حاجة مستنية اللحظة دي بقالها وقت طويل. وبدأت الليلة تبقى أغرب مما كنت أتخيل. تاني يوم الصبح صحيت على صوت تكسير غريب جاي من الحمام. قلبي بدأ يدق بسرعة. جريت بخوف ناحية الصوت ولقيت المراية اللي كنت لسه مركبها متكسرة تماما. قطع زجاج في الحوض، كان حد خبطها بعنف. اليوم ده بالذات كان بداية لحاجة ما كانتش أتخيل إنها تحصل. بقيت أسمع همس خفيف في البيت مش مفهوم، كأنه صوت حد بيتكلم جوه الحيطان نفسها. كل ما ركز الصوت يبقى أوضح، لكن ما كنتش قادر أفهم الكلام. وفي ليلة من الليالي كنت نايم في هدوء، فجأة صحيت مفزوع على صوت حاجة شغالة. اتلفت حواليا بخوف، لقيت الموبايل بتاعي بيتسجل فيديو لوحده. مسكت الموبايل وفتحت التسجيل بقلب بيدق بسرعة، والصدمة الصوت اللي في الفيديو كان صوتي أنا، بس كنت بقول كلام مستحيل يكون خرج من بقي في يوم من الأيام. أنا شايفهم، لكن الغريب إنهم مش بيبصوا عليا أنا، كأنهم بيبصوا من خلالي. وقتها حسيت إن كل حاجة بتخرج عن السيطرة. حاولت أطمن نفسي، قلت يمكن يكون مجرد وهم أو إرهاق. قررت أروح لدكتور نفسي، وفعلا وصف لي شوية مهدئات تساعدني أهدى وأقدر أنام براحة. بس اللي حصل بعد كده ما كانش ينفع يتفسر بأي طريقة عقلانية. بعد يومين بس من الجلسة دي حصلت الكارثة الحقيقية. كنت بتفرج على وشي في كاميرا الموبايل بالصدفة، ولاحظت حاجة تخلي الدم يتجمد في العروق. أنا كنت واقف قدام الكاميرا، لكن ملامحي كانت مختلفة بشكل مرعب. عيني كانت سودة بالكامل، ما فيهاش أي بياض، ووشي كان عليه ابتسامة بشعة، ابتسامة أنا متأكد إني ما كنتش عاملها. الخوف سيطر عليا وما كنتش قادر حتى أتنفس كويس. رجعت قلبت في كل أوراق جدتي القديمة يمكن ألاقي تفسير للي بيحصل، وفعلا لقيت كشكول قديم صفحاته باهتة ومتأكلة، مكتوب بخط إيدها عن كيانات بتتنقل بحرية عبر الانعكاسات، وإنها بتستخبى في المرايات وبتتغذى على نظرة أي حد ليها. في آخر صفحة كان فيه سطر واحد مكتوب بقلم أحمر باهت: أنا مش لوحدي هنا في البيت ده، كل مرة ببص في المراية هما بيقربوا مني أكتر وأكتر. في الليلة دي قررت إني مش هفضل أهرب أكتر. نزلت واشتريت أكبر مراية قدرت ألاقيها وحطيتها في نص أوضة المعيشة. وقفت قدامها بثبات مصطنع وبصيت بعمق جواها. وقتها شفت نفسي وشفت شخص تاني واقف ورايا بالظبط، كان ثابت زي التمثال ما بيتحركش. لكن الغريب إن ما كانش في حد ورايا في الحقيقة، لكن صورته في المراية كانت بتقرب مني ببطء شديد، خطوة ورا خطوة، وكأنها بتكسر حاجز الانعكاس، وكأنها على وشك تبقى حقيقية. وفجأة سمعت صوت في ودني، صوت همس مرعب: أنا شايفك. ما كانش صوتي أنا، كان صوت تاني بارد وغريب، صوت كان مفيش فيه أي حياة. ودلوقتي بعد كل اللي شفته وعشته بسيب التسجيل ده لأي حد ممكن يلاقيه بعدي. الحقيقة أنا مش عارف مكاني فين دلوقتي، لكن الحاجة اللي متأكد منها إن كل المرايات اللي كانت مختفية من البيت رجعت ظهرت لوحدها.
وكأنها عمرها ما كانت غايبة أصلا، وكل وش بيبص فيها دلوقتي مش وش صاحبه الحقيقي. لو وصلك التسجيل ده بأي طريقة، أرجوك ابعد عن أي مراية تشوفها في طريقك. اوعى عينك تيجي في عين انعكاسك، هما مستنيين وراك.